تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم يا حبيبات، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام وطمأنينة وراحة بال، اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا شوفوا الكارثة اللي أختكم كانت فيها، بس الحمد لله الحمد لله سيطرنا على الموقف. دخل في يومين وطلع، الحمد لله عرفنا خباياه فين وطلعناه. بس قلت بقى أعقم الدنيا بحالها كده، أي حاجة كانت مفتوحة تترمي، أي حاجة كانت يعني بصوا أي حاجة مشتبه فيها أصلا نكون اتمشى عليها تتغسل، فمسكت المطبخ كله في بعضه كده غسلته الحمد لله. عارفين اللي هي الطاقة قمت كده مع اني كنت صايمه بنات والله، بس يعني انا بدات فيه من حوالي الساعه 9:30 10 كده، لان روقت شقتي بقى وفتحت زي ما شفت في اول الفيديو كده وطلعت فرشتي بره، وبعدين دخلت على المطبخ خلصت وخدته كله. عارفين اللي هو مسكت المطبخ كله كده، بس طبعا الظروف المتقفله اللي انا كنت مروقاها وايدي كانت فيها طبعا على طول ديت سبتها زي ما هي، بس اخدت اي حاجه ممكن يعرف يخش لها يعني. فالحمد لله تم السيطرة على الموقف يعني، وما عرفناش جه منين يعني. انا ما فيش الحاجات دي، بس الحمد لله تمت السيطرة يعني. شوية شوكولاتة شيبسي بقى كانوا مكبوبين، شوية مش عارف ذرة فشار، عارفين الحاجات اللي هي بتتكب دي كانت متفتحة، كله اترمى المتفتح طبعا. الحمد لله الله المستعان ولعله خير طبعا. عايزة بقى وعملت فطار بعدها يا بنات والله. وعملت فطار عارفين، بس كنت هصوره معاكم والله، صورت نصه وبعدين ما قدرتش اكمل بصراحة. باذن الله بعمل الاكله دي معاكم، كان جوزي دايما بيعملها زمان كده في الدكان كده في حله واحده كده، بس كانت جميله ما شاء الله ان شاء الله باذن الله بعملها معاكم. عايزه اتكلم معاكم يا بنات في واحده اسمها ندى على ما اظن، ندى. هي مشتركه جديده عندي، فانتوا اللهم بارك اللهم بارك ما فيش واحده في القناه من متابعين يعني اسمها بتقول لي كلمه وحشه، او بتقول لي كلمه تحبطني، او بتقول لي كلمه تزعلني. انا حاسه انكم اخواتي، عارفين اللي هو احنا مع بعض كده، عارفين ببقى فاتحه الكاميرا مش خايفه من حاجه، بتكلم معاكم مش مرتبكه او مش. الاول كنت ببقى مرتبكه وخايفه وبعيد والله معي يعني، واعيد التسجيل ومش عارفه ايه. دلوقتي خلاص اللي هو انا بكلم اخواتي عارفيني، عارفين طبعي طبعا، على راسي وعلى دماغي اللي داخلين جديد. اللهم بارك القناه بتكبر بيكم، وربنا يا رب يبارك فيكم كده ونفضل مع بعض ونكبر ونكبروا ببعض، احنا الاتنين نكبر بيكم ان شاء الله. ندى دخلت لي في تعليقين. اول تعليق وانا بتاع الفيديو اللي فات وانا بكنس البلكونه، فانا انتوا حتى لو تاخدوا بالكم والله انا رجعت الفيديو بصيت، انا ببص بشوف ان انا هنزل على حد او لا، فاكيد ما فيش حد في الشارع يعني وانا هنزل عليه. ده انا مسحت الدرابزين بالقماشه كده عشان ما اكبش ميه واحروس حد، الميه تنطر على حد يعني. وكبيت ميه في الارضيه، قلت لكم ميه بتنزل مستطيله كده مفيش حد اكيد يعني، لو في حد تحتها يعني انا مرضاش على اولادي كده. فسمعت فيديو تاني نفس الانتقاد، بس انتقاد اللي هو ايه، قالت لي مثلا آه العبادة في رمضان وغير رمضان. طب وانا قلت العبادة في رمضان بس؟ ما اعرفش هو اللي هو بص داخله تنتقد كده، السلام عليكم العبادة في رمضان وغير رمضان. ال ال الدروس الدروس في بيتك وبيت ولادك ومش عارفه ايه، دي عباده. طيب انا ماشي انا معاها ممكن نسمع درس في البيت، بس بصراحه يا بنات انا من النوع اللي ممكن ما افتحش اسمع درس او ادور على درس اسمعه. انا الحمد لله بعد رمضان عرفت مكان بروح، يعني انا ما روحتش غير مره واحده الدرس دي. والله يا بنات اللهم بارك على الصحبه، اللهم بارك على القعده، اللهم بارك على الناس اللي بتتكلم حاجه. استفدت حاجات كتير منها، مثلا ان الرقيه دي انا ما كنتش نعرف ان انا لو طلبت الرقيه حرام، مكروه يعني، مش حرام مكروه. فاستغربت ان مثلا انا كنت انا اخواتي الصبيان كل يوم يقعدوا على رجل امي ويقولها مثلا ارقيني، فترقيهم يا حبايبي. مثلا لو راحوا المحل مثلا، المحل مثلا زهقانين ومش عارفين، بتعالي يا امي ارقي المحل. بيقولك في 70,000 دولت بيخشوا الجنة من غير عذاب ولا من غير حساب ولا سابقة عذاب. لو احنا طلبنا الرقية مش هنبقى منهم، هي مش حرام بس مش هنبقى منهم يعني، يبقى مش مستحب ان انا نطلب الرقية. عرفت مثلا يعني، عرفت حاجات كتير، عرفت في حتى لو عارفين اللي هو في حاجات بسيطة بتبقي لسه اول مرة تعرفيها اول مرة تسمعيها. انا ممكن اكسل مثلا في البيت ان انا اسمع درس، او انا معاكم ممكن اشغل التليفون وانا مثلا بسمع
وانا بغسل في المواعين او بعمل حاجه في المطبخ اسمع. بس انا من النوع اللي انا ضاريه مثلا، لا، طول ما انا في المطبخ مثلا شبكه النت مش بتوصل عندي. انا واحده من الناس شبكه النت مش بتوصل عندي في المطبخ. ببقى مثلا عامله ورد استغفار مثلا وانا بغسل في المواعين، طول ما انا شغاله بغسل في المواعين لا حول ولا قوه الا بالله، او استغفار. طيب ليه يا امان مثلا عامله كده عشان انا لو وقفت على نغسل المواعين او وقفت نعمل حاجه في المطبخ وسبت دماغي للتفكير يا بنات، هتلاقوني عارفين جبت الاحزان اللي في الدنيا بحالها والله العظيم. عارفين تخيلات بقى من اللي قلبكم يحبه، اي حاجه مزعلاني بفتكرها، اي حاجه مش عارفه ايه. فانا لا بخصص مثلا وانا بطبخ استغفر ربنا، وانا بغسل مواعين لا حول ولا قوه الا بالله، وانا بروق الشقه، عارفين كل حاجه في ذكر كده. مش هبقى مثلا ماسكه التليفون في جيبي واخداه مثلا اسمع الدرس رايحه جايه، لا ببقى مثلا مشغله قران، المطبخ في اذاعه القران الكريم مش عارفه ايه. فحكايه الدروس انا ممكن ما التزمش بيها في البيت، او ممكن التزم بيها، بس انا عايزه عارفين الصحبه، عارفين الصحبه الحلوه، الصحبه اللي تشدك، عارفه. عارفه لما تطلعي من البيت انت لو تخصصي مثلا، هي بتقول لي اسمعي الدروس في البيت. طيب انا ماشي ممكن اسمع، بس انا واحده قاعده في البيت مع اولاد ال 24 ساعه مش بنطلع، لو طلعت بجيب حاجه من السوق مش عارفه. طب ليه ما اعملش صحبه حلوه؟ انت مثلا ممكن تطلعي صحبه انت وصحباتك، تطلعوا مثلا تروحوا تتفسحوا هنا وهنا. طب انا دي صحبتي، حاسه ان دي ان انا بفرغ فيها اللي هو الايه الكبت اللي عندي او الزهق اللي عندي. بتروحي تغيري جو من ناحيه، ومن ناحيه تانية بتتعلمي. يعني مثلا لما يبقى يوم واحد في الاسبوع من اذان الظهر لاذان العصر وتصلي العصر جماعه وتروحي، والله هتحسي ان انت جددت الطاقه بتاعتك. سيبك انا ممكن ما اسمعش دروس، ممكن اي حاجه انا عايزاها ببحث عنها على النت واجيب الشيخ كذا مثلا. انا من النوع اللي بحب اسمع بصراحه فتوى الشيخ مصطفى العدوي. مش عارفه برتاح لفتوته. انت ممكن مثلا تسمعي لاي واحد ترتاحي له. بس انا كصحبه، عارفين الصحبه اللي بتشدك للجنه، عارفين احنا. طب انتوا كام واحده معايا هنا، وكلكم عارفين حاجات ما شاء الله اللهم بارك، بس انا بنقول معلومه او مش معلومه، بنقول اي حاجه انا عارفاها ممكن تشدينا انا وانتوا. عارفين ممكن واحده مثلا عارفاها بس ما بتعملش بيه، ممكن نشدوا بعض احنا الاثنين. دي بتبقى الصحبة يا بنات، اللي هو مش مثلا ان انا اخد درس ان انا رايحة اخد الدرس. لما هو في دروس اونلاين على فكرة، يعني في بيدوا دروس اونلاين، وفي بيدوا دروس ان هي ممكن تجيلك البيت تديك الدرس، العقيدة والحاجات دي. بس انا عايزة الصحبة، عايزة نطلع، لما نطلع نغير جو، ونطلع نغير جو ونرجع بحسنات، نرجع بطاقة، ان انا راجعة بيتي بطاقة تخليني نستمر. طب بالله عليكم، بالله عليكم، انا ساعة هي عارفين الاخت ساعه ما قالت مين فيكم لسه مواظبه على قراءه القران زي رمضان؟ انا واحده من الناس حطيت وشي في الارض، انا مش مواظبه. انا بنقرا بس مش مواظبه زي رمضان. يعني انا رمضان المصحف ده كان في ايدي، عارفين ان كل اي وقت فاضي المصحف في ايدي. انا جوزي كان يروح يصلي، بيقعدوا مثلا في المسجد ساعه الا ربع على ما يجي من صلاه الفجر، او ساعه. انا كنت نقعد مثلا ونبقى على فكره، ونبقى ما نمتش من قبلها زيها كده يعني. انا كان رمضان كنت بنام 3 4 ساعات او 3 ساعات ممكن، واتني ماسكه المصحف اقرا فيه لحد جوزي ما يجي وانام. فاهمين طب انا كنت انا حاليا بعمل كده؟ لا ما بعملش. بس هي ساعه ما قالت لي الكلمه دي وجعتني، اللي هو عارفين اللي هو آه، بتصحيكي الحاجه، بتصحي فيكي حاجه. اخت ذكرتني بحاجه يعني. ايه اللي خسس عليا؟ انا سبت مثلا، انا طبعا لو ولادي صغيرين خالص مش ما ينفعش نروح، بس لو ان يعني ممكن اخد عيلي معايا واروح. يعني ما في كذا واحده كانت واخده اولادها معاها. انا ممكن انا ولادي كبار مثلا. بس والله هقول لكم، طب والله انا ابني جه من انا ما كنتش يوميها يعني، جالي ضيوف وما عرفتش اعمل غدا، بس انا حسيت ان انا عايزه اروح. انا ولادي مش هيموتوا من الجوع معلش يعني برضه. بس اليوم هيجي، كل الاسبوع اللي قبله كنت اخرت، كنت تعبت وجالي مغص ومش عارفه ايه، ما رحتش. الاسبوع ده قلت مش هعمل غدا. انا سبت ابني قلت هعمل له سندوتش على ما نيجي يعني. ابني اللي هو الصغير خالص، التانيين هيجوا يعرفوا يحطوا اي لقمه ياكلوها. ويعني هنمشي دنيتي، عارفين الدنيا بتمشي بس مش بتقف. لو معايا عيل صغير هاخده معايا. انا مش بقول لك حتما ولازم تروحي، يعني هي ردها عليا ان انا بنقول لازم وحتما تروحي، بس لا مش قصدي لازما وحتما تروحي. بس بصراحه الصحبه الحلوه يا بنات بتشد. الصاحب ساحب، عارفين لما تصاحبي حد كويس وحد يشدك للخير، وحد يبقى عارفين اللي هو يلا ناخدوا بعض للجنه سوا.
دي حلو والله العظيم، حلو وهتحسي بطعمها وحلاوتها. مش وهتجددي طاقتك في البيت، عارفه هترجعي البيت اللي هو الطاقه بتاعتي متجدده، اللي انا مستنيه اليوم ده الاسبوع اللي بعده، يعني كل يوم في الاسبوع انا مستنيه الاسبوع اللي بعده عشان نروح اليوم ده. آه، بتشوفي ستات كبيره، تشوفي نفسك قاعده في وسطهم، اللهم بارك، ستات منتقبه اللهم بارك يعني. والله بنات ستات كبيره كبيره، سنا طبعا وعلما وكل حاجه، بس سنا ويعني اللي هم ما شاء الله اللهم بارك. بصراحه الصحبه الحلوه حلوه بنات. ف انا بحبها في الله والله يعني، بس انا صعبان عليا، عارفين اللي هو شاغل نفسك ان انا ننتقد الكلمه يعني انا هي ما قالتش حاجه تزعلني والله، بس حاسه ان هي داخله اللي هو ايه، بدور على اي حاجه تزعل اللي قدامي، او بدور اي حاجه تنتقد اللي قدامي. إيه، عارفين الانسان الحنين الودود ده اللي ما يدورش على أي حاجه ينتقد في اللي قدامه، اللي بيشجعه بمعنى صح يعني. انتوا بتقولوا لي كلام انا عارفه انه ممكن مش في يعني، عارفين بتقولوا لي كلام، عارفين اللي بيطبل لعيله، انا بحس انكم بتطبلوا لي كده وبحس ان انا مبسوطه، مع ان يعني عارفه انه الكلام اللي هو دلع بتدلعوا فيه، اللي تقول لي مثلا ما شاء الله اللهم بارك مش عارف ايه، ما شاء الله انت شطوره مش عارف ايه، وعارفه ان كلكم بتعملوا حاجات احسن مني واحسن من دي، بس بتجبروا بخاطري. عارفين جبر الخواطر يا بنات، جبر الخواطر حلو يعني. معايا بنات اللهم بارك، يا رب يبارك فيكم. معايا واحده هي قد والدتي، بتدعي لي والله العظيم، انا بحس ان دعوتها دي من قلبي، من قلبها كده، بتخش على قلبي كده على طول، بتخش تسمع الفيديو وتدعي لي كده، انا بحس ان انا يعني مرتاحه. عارفين نفسيته مرتاحه. اسمها ماما زيز، ربنا يبارك فيها ويديها الصحه وطولة العمر. وبنات كتير يعني، انا مش عايزه اسمي عشان بصراحه يعني انا سميت دي عشان هي اكبر سنا، حاسه ان هي اكبر واحده سنا في القناه معانا. اما الباقي حاسه ان كله اللي قدي واللي اصغر مني واللي قد بناتي. ف فربنا يا رب يديم بينا المعروف ويديم بينا المحبة، ونفضل مع بعض نجبر بخاطر بعض ونشد بعض للخير يا رب، لو بكلمة بسيطة يا رب، لو كلمة قد كده بس كده نشد بيها بعض ونتقابل بها في الجنة، اللهم امين يا رب العالمين. حاسة ان انا دوشتكم، بس كنت حابة اقول كده، كنت حابة اقول لكم يا بنات، اي حد حاجة مزعلاه او تعباه، اقعدي مع ربنا، كلمي ربنا. عارفه لما تقعدي كده عارفه بلاش وانت قاعده وانت بتغسلي في المواعين حاجه مزعلاكي كده، بدل ما تقعدي تفكري واستغفري. عارفه ما تقولي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، والله العظيم هتحسي براحه ما بعدها راحه. بس من قلبك. الناس اللي بتشتكي من قلة الرزق، الناس اللي بتشتكي من قلة البركة، الناس اللي بتشتكي، عارفة الاستغفار ياما بنات بيفتح أبواب ملهاش حدود. يعني أنت ما تستغفري كده هيفتح لك أبواب، والله العظيم أي باب مقفول عندك ربنا هيفتحه لك إن شاء الله. بس ما تدوري على ذنوبك حتى لو صغيرة. ابعدوا عن الذنوب يا بنات، يعني اللي عندها ذنب حتى لو صغير تحاول تخف منه. الاغاني يعني انا كنت سمحت في الدرس ان الاغاني، آه، انا كنت اعرف ان الاغاني بموسيقى حرام، فما كنا بنتجنب على، يعني الحمد لله بنتجنب الاغاني اللي فيها موسيقى. بس كان بناتي بيسمعوا الاغاني من غير موسيقى، يعني في مش عارفه حاجه بيعملوها في التليفون كده يسمعوا الاغاني من غير موسيقى. سمحت قالوا في الدرس لا، الاغاني بموسيقى من غير موسيقى حرام. طيب ليه؟ عشان الكلمات اللي فيها اللي هي بتخليكي بقى ايه، بتعمل المشاعر ومش عارفه ايه، فالكلمات بتاعتها اصلا يعني مش مكروهه، يعني مش حرام ان احنا نسمعوها، فبنتعلموا حاجات يعني. فانا عايزاكي تشتكي لربنا، مش عايزه نطلع من الموضوع برضو غير اني اشتكي لربنا. اي حاجه وجعاكي، اي حاجه تعباكي، اي حاجه مزعلاكي، اشتكيها لربنا. اقعدي كده، عارفه زي ما تكوني بتكلمي، كلميه. عارفه انت لما تبقي بتحبي حد وتشتكي له، خلي الشكوى الاولى والاخيره لربنا. لما تشتكي لربنا وتستغفري ياما وتدعي ربنا من قلبك وتقول يا رب انا تعبانه، يا رب الحاجه دي مزعلاني، يا رب والله العظيم والله العظيم والله العظيم وعن تجربه هيجيلك حقك على طول. عارفه على طول، عارفه ممكن تاني يوم او تالت يوم هيجيلك حقك. عارفه اللي هو بس بتبقي عارفه اللي هو بتبقي بتعيطي من قلبك، عارفه
اللي هيوصلك ان انت تحسي ان ربنا استجاب او ربنا هيستجاب لدعوتك، لما تحسي انك انت دخلتي في العياط، في اللي اني عارفه ما تبقى انا خلاص هو حس بيه. انت بتبقى عيلك، انت عيلك كان بقى عايز منك حاجه، بيقعد يعيط لك، يقول يتحايل الاول شويه، ولما يتحايل وانت ما ترضيش بيضطر انه بيعيط ومش عارف ايه. انت اول ما توصلي لدي اعرفي ان انت خلاص ربنا هيستجاب. انت بتحسي بيها، والله والله بتحسي بيه، بتحسي ان انت ربنا خلاص هيستجاب لدعوتك. فحبيبي وحبيبك ربنا يعني. الحب لربنا والقرب لربنا حلو يا بنات، والله العظيم حلو. يا رب كده ي- ي- يخلينا كده عارفين تحت في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. يا رب يجعلنا من اللي مبشرين بالجنة. يا رب كده نكونوا نخشوا الجنة من غير عذاب، ولا من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم امين يا رب العالمين. حاسه ان انا دوشتكم صح؟ بس هنعمل ايه؟ الفيديو بصراحه المطبخ خد مني وقت، ده انا حاولت عارفين اللي هو بنجري بنسرع الفيديو على قد ما نقدر عشان ما نطولش عليكم. المهم هنا خدت بقى يا بنات المطبخ كله، عارفين اللي ورنشت المطبخ، خدت المطبخ اوله واخره وطوله وعرضه، مسكت المطبخ كده ظبطته، طلعت بقى كله، حتى البراطيم اللي مقفوله غسلتها، الحاجات اللي هي مفتوحه او فيها حته مفتوحه رميتها بصراحه. عشان خفت يكون برضو عارفين اللي هو بتخافي بقى اللي هو احنا قعدنا يومين بناتي ما يخشوش مطبخ غير معايا، يعني يخشوا المطبخ معايا يطلعوا من المطبخ معايا فالله المستعان يعني. بس هي جت حركه حلوه، المطبخ كله اتظبط بصراحه. حتى السجاده مسكتها بنات بعد ما خلصت حطيتها في المطبخ. انا احسن حاجه عندي يا بنات الميل بتاع المطبخ جنب الحمام، بسحب على الحمام على طول، فده مريحني يعني. بس مش بغسل السجاد كله فيها طبعا، بغسل يعني السجاد الخفافي باخده على السطح، السجاد التقيل والحاجات دي طبعا بصراحه بديها لجوز يغسلها، يعني بيوديها المغسله يعني، عشان ما عادش في صحه ما عادش في صحه يا بنات، وبرضه ما نجيش على نفسنا عشان ما عارفين هنتعب يعني. احنا ما نتعبش صحتنا جامد. الحاجه اللي نقدر نعملها نعمل، الحاجه اللي ما نقدرش نعملها. وما تجوش على السوق يا بنات ان انا مثلا شفت ايمان قامت على المطبخ هتتك فتتك نقوم عليه احنا رخرين، لا. ممكن تاخديه على يومين، يعني ممكن تاخدي الضلف مثلا مره، من تحت مره، مش عارف الدراج مره. عارفين لما نقسم الحاجه يا بنات مش بنتعب. يعني لو في التنظيفات تاخدي كل يوم اوضه هتلاقي نفسك مخلصه وانت مرتاحه ومخلصه شغل بيتك كله وجنبهم اوضه. تاني يوم شغل بيتك كله جنبهم الاوضه التانية، هتلاقي نفسك بيتك دايما نظيف ودايما رايق. ومش وعشان برضو ما نكدبش على بعض، ما فيش بيت نظيف ورايق دايما وفيه ولاد عيل صغيره. مش هيبقى عندي اطفال صغيره مثلا واقول لك لا بيتي رايق ونظيف وطول النهار ما شاء الله. لا، الولاد بتحروس وبتكسر وبترمي وبتشخبط على الحيطان وبتشخبط على القعده وكل حاجه، والله العظيم بيعملوا كل حاجه. بس ربنا يبارك فيهم. عارفين احنا لما يبقى عيل يعني احنا ما تحروسوش وما تعملوش وما تشخبطوش وما تعملوش، وفي ناس بتقيم الليل وبتدعي ربنا الليل نهار ان ربنا يوعدها بضفر عيل. فنحمد ربنا بالنعمه اللي احنا فيها، نحمد ربنا ان عندنا نعمه الولاد ربنا يبارك فيهم ويكسروا، ربنا يبارك فيهم ويحروسوا الحاجه واحنا نغسل ونعمل وراهم يعني. في ناس وانا عارفاهم شخصيا والله العظيم بيتمنوا ضفر عيل وصرفوا فلوس الدنيا وعارفين اللي هو حتى اطفال الانابيب مش نافعه معاهم. فالعيال نعمه الحمد لله عليها. احنا ما نزعلش مثلا ان عيالنا بيكسروا او بيحروسوا او بيعملوا، لا، ربنا يبارك فيهم، دول نعمه في البيت والله. العيال الصغيره دي نعمه في البيت، والبنات نعمه طبعا البنات دي اكبر نعمه في البيت بصراحه. فربنا يبارك فيهم يا رب ويصلح حالهم. بصوا بقى البوتاجاز بتاعي خليته فله شمعة منورة، شفت الشطارة بتاعت ايمان اللي وصل هنا لحد هنا في الفيديو ينزل يصلي كده على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شفتوا بقى نظفت، انا باخد الحوامل وباخد الشفاط بحطهم في الغسالة بصراحة يعني بتنجز معايا. الشفاط ده كان بيبهدلني يا بنات في غسيله بصراحة، كنت بحطه في بتاع بخاخ ونكتم صدري وعارفين ونعمل مناخيري عشان بس الشفاط نغسله. الحمد لله اللهم بارك لما ربنا انعم عليا وجبت الغسالة دي بحطهم فيها بصراحة اللهم بارك بيطلعوا حلوين يعني.
هنا بقى سحبت الميه كده نص سحبه، وجيتني فرشه الحاجه دي بقى كنت عامله عليها الكحك بقى. انا ما غسلتهاش في العيد على فكره يا بنات يعني بصراحه هي جات لها ايه، عارفين اللي بيقول لك اسمها ايه، يعني جات لها فرصه ان هي خلاص كده، يعني جات لها في الجو فمسكتها وحطيت عليها شويه بريل وشويه كرول وشويه ميه وغسلتها بقى يا بنات. مسكتها ماسكه محترمه يعني بصراحه. بغسل بقى واسحب على الحمام. احسن حاجه في المطبخ يعني، الله الحمد لله، يعني ان الميل هو مش رايح على الحمام قوي يعني، بس اما تسحبي الميه مش بتروح حته تانية غير بتمشي على الحمام، يعني انت تسحبي الميه وهي بتمشي تروح على الحمام. ف الحمد لله يعني مسكتها بقى غسلتها غسله محترمه كده، وخدت بعد ما شطفتها هنا وقفتها في الحمام يا بنات، وشطفتها وهي واقفه كده في الحمام تاني، وخدتها بقى ونشرتها. وعارفين اللي هو خلصت بقى، قعدت والله يا بنات نقول لكم ربع ساعه او نص ساعه. قعدت نص ساعه، قلت هقوم بقى ايه اعمل الغدا. الفطار، يا الفطار والله ده ما كانش غدا، ده كان فطار، كنا صايمين. قلت اعمل فطار. الاكله اللي بقول لكم عليها دي اللي جوزي بيعملها، كنت اعملها بحط كوسه على بسله على جزر، اي خضار عندك قطعيه، على اللحمه تقطعيها كله في بعضه في بعضه كده، وتحطها على النار وتقفلي الحله كويس وتحط الطماطم طبعا، وكوبايه ميه او كوبايه، يعني كوبايه ميه عشان على ما تلحق تنزل ميتها. والله العظيم يا بنات وهي بتطيب بقى اللحمه بتبقى مستويه كده، كله مستوي بصراحه، مفيش، والخضار ما بيبقاش مهري يعني، اللهم بارك، بتبقى طعمها جميل. ومع شويه رز بشعريه بقى كده، وناكل ونحمد ربنا. بصوا المطبخ، بصوا جمال المطبخ. هتوحشوني هنا الفيديو الجاي، ومع السلامه.